مشاهدي قناة رؤيا، أهلا وسهلا بكم معنا في فيزيون سبور اللي راح نتطرقوا فيها إلى أهم الأخبار الرياضية المحلية، أخبار محترفين والأخبار الدولية. بداية بالأخبار المحلية، حقق فريق أولمبيك أقبو صعودا تاريخيا إلى الرابطة المحترفة الأولى بعد أن ضمن الصعود رسميا قبل 4 جولات من انتهاء بطولة القسم الثاني. وقد حقق الأولمبيك الصعود للمرة ال5 على التوالي كسابقة أولى عالميا. أما بالنسبة لرديف شبيبة القبائل فقد تمكن الرديف من التتويج بلقب كأس الجمهورية، وذلك عقب فوزه في المباراة النهائية التي جمعته برديف وفاق سطيف التي فاز فيها بركلات الترجيح. وقد انتهت المباراة بشوطيها الرسميين والإضافيين بالتعادل بهدفين في كل شبكة، فألف مبروك لشبان شبيبة القبائل. وفي أخبار كأس الكاف، يواجه مساء اليوم فريق الزمالك المصري نادي نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الرياضية تاس بلوزان السويسرية الطلب الاستعجالي الذي تقدمت به إدارة اتحاد العاصمة بتأجيل المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية. وجاء قرار محكمة التاس الدولية إلى أن يثبت قرار الكاف بخصوص قضية الاتحاد الجزائري ونهضة بركان المغربي، في انتظار أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في الأيام القليلة القادمة بخصوص هذه القضية. في أخبار محترفين، توج الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة بلقب كأس ملك بلجيكا بعد فوزهم في المباراة النهائية أمام أنتورب بهدف دون مقابل. وبهذا التتويج يكون مهاجم وفاق سطيف السابق قد أحرز اللقب الثاني في مشواره بعد تتويجه في وقت سابق بكأس سويسرا مع لوغانو. أما في إيطاليا فقد قاد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر فريقه ميلان للفوز بخماسية مقابل هدف واحد أمام نادي كالياري بملعب سانسيرو بميلانو. وعرفت المباراة تألق المحارب الجزائري بن ناصر حيث سجل هدفا عالميا وصنع آخر وكان رجل اللقاء. كما دخل بن ناصر اللقاء وهو يحمل شارة القيادة ويرتدي قميصا عليه لقب والدته بن سحنون بمناسبة عيد الأم بقوله لا تنسى أبدا من أين أتيت. في الأخبار الدولية، حسم نجم فرنسا الأول كيليان مبابي مستقبله بشكل رسمي مع باريس سان جيرمان، وذلك بعد أن أعلن يوم الجمعة رحيله في نهاية الموسم عن نادي العاصمة المتوج معه مؤخرا بلقب الدوري المحلي لكرة القدم. وقال مبابي في فيديو مؤثر نشره على صفحته الرسمية للإنستغرام إنه عامي الأخير في باريس سان جيرمان ولن أمدد عقدي مع النادي. Salut à tous, c'est Kylian. Voilà, je voulais m'adresser à vous. Depuis le temps, j'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Et donc, je voulais vous annoncer à tous que
voilà, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'années où j'ai eu la chance et l'immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l'un des meilleurs du monde, qui m'a permis d'arriver ici, de connaître ma première expérience dans un club avec beaucoup de pression, de grandir comme joueur. وإلى هنا مشاهدينا نصل وإياكم إلى نهاية أخبارنا لنهار اليوم. نلتقي بحول الله في أخبار أخرى.